سلام سلام خياتي، سلام سلام عميراتي، ان شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة يا رب. ان شاء الله يلقاكم لا فيديو تاع اليوم بصحيحتكم ومتهنيين يا ربي. جيت اليوم وجبت لكم واحد الوصفة راهي دايرة حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. كل وحدة كيفاش دارتها بالطريقة تاعها، كل وحدة راهم دايرينها. يعني بالبرتقال كاين اللي دايرتها بلاصيد سيدريك بالمواد الحافظة. انا هنا جبت لكم هاد الشربات بلا ياغورت وبلا مواد حافظة وبلا لاسيد سيدريك. يعني هاد الوصفة بزاف صحية 100%، ورايحين ديروا بها حالة في الشهر الفاضل. ربي يوصلوا لنا لا فقيدين ولا مفقودين ان شاء الله يا ربي. شوفوا هاد الوصفة بزاف هايلة بزاف بنينة، ما فيهاش مقادير بزاف وما تديش بزاف الوقت. انا في 4 دقائق كنت وجدتها. نروح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله البنات. هنا انا واش عندي 3 حبيبات تاع الليمون. هنا الحبات تاعي راهم صغار شويه، درت 3 حبيبات. وانتي اذا عندك الليمون تاعك كبير يعني ديري حبه كبيره راح تكفيك. هنا واش راح ندير؟ اول حاجه نجيب سكرفاج، ونجي نسكرفج هذاك الزاز تاع السيتر تاع الليمون، يعني بلا ما نوصلوا للقشره هذيك البيضه، لانه هذيك القشره البيضاء هي اللي راح تعطينا المراره في الشربات تاعنا. نحاولوا نحيو هذاك الزاز بلا ما يعني نضغطوا مليح وبلا ما نوصلوا للبابه البيضاء. فوالا يعني نسكرفجو هكذا، نحيو هذاك الزاز كامل، الحبيبات تاع الليمون تاعي كامل بهذه الطريقه. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا. يعني هذه الطريقه ما فيهاش لا ميكسور ولا برا. كاين اللي يستعملوا البرا في هذه الوصفه، انا ما استعملتش. يعني اللي ما عندهاش البرا ما تقدرش تستعملوا نهائيا. هاد الوصفة بلا ياغورت، بلا مواد حافظة، بلا باتور، بلا والو، بلا ميكسور. عفوا ميكسور ماشي الباتور هنا البنات. نجي هنا بعد ما نحيت هذاك الزاز تاع السيترون. عندي كاس تاع السكر. هنا البنات السكر يرجع لكم، ذوق الحلاوة ترجع لكم. هنا انا درت كاس هذا اللي يرفد 220 مليلتر. يعني هاد الكاس جاني سوا في الحلاوة. هاد الشربات جاتني معتدلة في الحلاوة، ماهيش حلوة بزاف وماهيش يعني جاية تجيني حامضة بزاف. فوالا تجيني مليحة في الحلاوة. ندخل هذاك السكر مع الزاز تاع القارص مليح حتى يطلع، يبدا نحس بهذاك السكر بدا يطلق روحه شويه هكذا غير بسباتيلا. قلت لكم بلا برا بلا والو. يعني هنا اللي ما عندهاش البرا ما تقدرش تستعمل البرا نهائيا، ماشي ضروري. نجيب هنا هاد الرحاية هذه تاع العصارة هذه تاع الليمون، ونجي نعصر فيها هادوك الحبيبات تاع الليمون تاعي. فوالا تاع القارص تاعي نعصرهم، رايحين يجيوني حوالي نص كاس من هذاك الكاس اللي استعملناه. وانتي اذا عندك يعني القارص زيادة، حبيتي يعني تضعفي ديري كاس معمر تاع القارص يجيك سوا سوا. فوالا هنا حطيت هذاك العصير تاع الليمون اللي كنت عصرته، حطيته هنايا وزدت عليه الكاس تاع الماء. هذاك الكاس تاع هنا الماء البنات شحال رايحين نستعملو إطرا وربع تاع الماء مع الكاس تاع الحليب. هذاك راح يجينا إطرا ونص تاع شربات. فوالا راح تجينا هاد الكمية إطرا ونص. هنا هذاك الكاس اللي حطيته راهو الربع تاع الماء، يعني بقات لي إطرا تاع الماء رايحين نضيفو يعني دوك شويه نضيفوها. هنا واش عندي كاس تاع الحليب. قلتلكم هنا هاد الوصفه بلا ياغورت، يعني هذه الوصفه كاين اللي يستعملوها بزاف بالياغورت. انا هنا يعني سهلت عليك العمليه ودرت لكم بالحليب هاد الوصفه. شوفوا نبقى نخلط مليح حتى يذوب لي هذاك السكر. يعني ما لازمش نخلي هذاك السكر يقعد هكاك محبب، لازم حتى نحسو به داب كامل باش نضيفو الكميه تاع الماء اللي بقات. فوالا هاي لكم الكميه تاع الماء اللي بقات لي اطرون. نجي نحط الاطرون تاع الماء هذيك اللي بقات، ونبقى نخلط مليح هاد يعني الشربات. فوالا هنا البنات شوفوا هنا
شوفوا كيفاش القوام تاعو كيفاش يجي. هنا اذا حبيتوا تحطوا شويه تاع لافاني تقدروا، انا ما حبيت نضيف لها حتى حاجه باش تجيني طبيعيه 100%. فوالا شوفوا كيفاش تجي خاتره، ما تجيش ماويه بزاف. شوفوا هنا نخليها تبرد ونجي نصفيها معك. نجي هنا البنات نجيبو حاجه اللي نقدمو فيها، ولا نجي هنا نصفي هذاك الزاز تاع القارص اللي بقى لي، يعني اللي في الشاربه تاعي. اللي ما يحبوش يصفيو، يحبوا الشاربه تاعهم تكون بهذوك الزاز هذاك، تقدر ما تصفيهاش عادي. شوفوا هنا نصفيها كامل ونخليها تبرد ونجي نقدمها معاكم. ايه فوالا هنا البنات هاوليكم الشربة تاعي بعد ما خليته برد. وحكم روحو ويجي هاد الشربات لازم يتشرب بارد باش يجي بنين ويمد البنة تاعو. فوالا هنا البنات انا قدمته مع الشرائح تاع الليمون، بما انه بذوق الليمون. قد حطيت قطع في الكؤوس وزينته، يعني وزينت الكؤوس. شوفوا هنا كي نجي نقدمه كيفاش راهو خاتر، ما يجيش كامل ماوي. يعني صدقوني جربوا هاد الوصفة ورايحين تعتمدوها للشهر الفضيل ان شاء الله. فوالا البنات هنا هذه هي وصفتنا للنهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. راح نعاود معاكم وصفة واحدة اخرى بذوق البرتقال في الايام القليله الجايه ان شاء الله. ما تنسونيش البنات بالجيم للفيديو، طلعوا لي الفيديو البنات بلي جام، راكم باخلين عليا بزاف بلي جام. طلعوا لي الفيديو بلي جام. خليوا لي رايكم في لي كومونتير، اي وحده جربتها وعجبتها تخلي لي رايها في لي كومونتير. ابوني للقناة البنات، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مني. اذا ما هوش يوصلك الجديد مني نحي الابوني وعاود ديري ابوني باش هكذا يعودوا يطلعوا الوصفات تاعي عندك. نتلاقاو في فيديو جديد البنات مع وصفة جديدة ان شاء الله. مع السلامة حبوباتي.